بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكه الرواني. بجد من اسهل واسرع الكيكات اللي تقدروا تعملوها. اطعم والذ واخف واهش كيك ممكن تعملوها في دقايق هتكون خلصانه معاكم. هنعملها النهارده في الخلاط بطريقه سهله وسريعه، وبجد هتطلع معاكم تحفه. بجد الكيك ده اللي اتعمل كل يوم انا مش هزهق منه. من الكيكات الحلوه جدا والسريعه واللي طعمها حلو جدا. شايفين؟ هقول لكم دلوقتي المقادير بتاعتها انا عملتها ازاي وازاي تطلع معاكم بالشكل الجميل ده، وتطلع معاكم هشه وسفنجيه بالشكل ده. شايفين حتى لونها عامل ازاي؟ شايفين خفيفه وهشه خالص من جوه ازاي؟ يلا بينا نبدا الوصفه بتاعتنا. اول حاجه هنبدا نجهزها، هنجهز الشربات بتاعنا. معايا كوبايه من السكر. احنا محتاجين الشربات يكون بارد، فاول حاجه هنبدا نجهزها هي الشربات. حطيت كوبايه من السكر وهحط عليها كوبايه من الميه، وهنحط كمان نص ليمونه، وهحط نص معلقه صغيره من الفانيليا، بتدي للشربات طعم حلو جدا. مش هقلبهم، هرفعهم على النار زي ما هما كده، واول ما يبداوا يغلوا هقلبهم كده تقليبه خفيفه، واسيبهم تقريبا 7 8 دقايق كده على النار، لا يغلوا مع بعض لحد ما القوام بتاعه يبقى ولا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي. هنبدا بقى نجهز المقادير بتاعتنا بتاعه الكيك. هنجهزها في الخلاط، هنستعمل الخلاط على طول عشان تكون سريعه معايا. حطيت 3 حبات من البيض، وحطيت نص معلقه من الفانيليا، وحطيت كوبايه من السكر، وكوبايه من اللبن او الحليب. هنحط كمان معاهم كوبايه الا ربع من الزيت. وهنا انا هستخدم 3 معالق من جوز الهند. انا دلوقتي استخدمت معلقتين كبار، والمعلقه الثالثه هقول لكم هنستخدمها ازاي. هحطها مع المقادير الجافه. وكمان حطيت معاهم كمان بشر البرتقال. بجد بشر البرتقال برضك اديتها طعم وريحه جميله جدا. هنبدا بقى نضربهم في الخلاط لحد ما السكر يدوب معانا خالص ولونه يبقى فاتح. هنجهز بقى المقادير الجافه بتاعتنا. معايا كوبايه الا ربع من سميد البسبوسه، هحط عليهم كوبايه من الدقيق، وكمان معايا 3 معالق كبار من الحليب البودر. بجد الحليب البودر برضو هنا انا اول مره استعمله مع الكيك، بس فرق جدا مع طعم الكيك، اديتها طعم حلو جدا برضو. وحطيت نص معلقه كبيره من البيكنج باودر. هنقلب بقى كده المكونات الجافه كده كلها مع بعض. وهنا بقى ديت المعلقه جوز الهند الزياده اللي انا كنت بقول لكم عليها. يعني انا حطيت معلقتين في الخلاط، وحطيت معلقه كبيره مع المواد الجافه. وهننزل بقى كده بالخليط السائل على الخليط الجاف، وهنقلبهم كويس جدا مع بعض. هنقلبهم لحد ما يوصل معانا بالقوام والشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده خلاص الكيك بتاعي بقى جاهز. هنبدأ بقى نجيب الصينية بتاعتنا او البايركس بتاعنا. هكون معايا حتة قطعة من الزبدة، هندهنها كده في الصينية. بجد الزبدة لما بندهنها في الصينية بتدي لون حلو جدا للكيك من تحت بعد ما بيستوي. لو مفيش طبعا زبدة او سمنة او اي حاجة من دي، نقدر ندهنها بدهنة بسيطة من الزيت، هتبقى برضو حلوة معانا. وهبدرها كده، هو هبدر الصينية بتاعتي برشة صغيرة من الدقيق، ولو في اي زيادة من الدقيق او حاجة هفضيها. هنبدأ بقى نجيب الخليط بتاعنا بتاع الكيك وننزل فيه بالبايركس بتاعنا على طول. وفي الوقت دوت طبعا احنا مشغلين الفرن، لازم الفرن يكون سخن معانا. وهندخل الكيك بتاعنا على درجة حرارة 180، هتقعد لها في الفرن تقريبا من 30 ل 35 دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن عندكم. بعد 30 دقيقة هيطلع معانا بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بقى الكيك هنا سخن والشربات هنا كان برد، هننزل عليه بالشربات على طول. ما ينفعش الشربات يبقى سخن والكيك سخن، لازم يكون العكس. يعني الكيك سخن يبقى الشربات بارد، لو الشربات سخن يبقى الكيك بارد. هنقطعها بقى كده، وهيطلع بقى شكلها زي ما انتوا شفتوه كده في اول الفيديو. بجد بنات لازم تجربوا الكيك ده، بجد حلو جدا لو اتعمل كل يوم. انا مش هزهق من الكيك ده، من الكيكات الحلوة جدا واللي بحبها جدا. والجوز الهند فيها وبشر البرتقال اللي حطيناه اديلها طعم وريحة حلوة جدا. بجد لو عملتوها هتلاقوا
الريحة بتاعتها قلبت البيت كله. مقاديرها سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. هنزينها عندنا بأي حاجة، برشة من جوز الهند، برشة من الفستق، أي حاجة موجودة عندكم. مش عايزين تزينوها بحاجة، هي خلاص كده جاهزة وحلوة جدا. هقطعها واوريكم برضك شكلها لو محدش شافها في اول الفيديو. هوريكم القوام بتاعها طالع عامل ازاي، وهشة وخفيفة وجميلة. جربوها بنات وقولوا لي رأيكم فيها في الكومنتات، وان شاء الله لو جربتوها تعجبكم وتطلع مقاديرها مظبوطة معاكم. وهنا بقى اكون انا كده وصلت معاكم لنهاية الفيديو. اتمنى ان هو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله.